أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصل في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. شركة مدار وماجد الفطيم بتوقعان شراكة لتطوير مشروع عمراني متكامل على مساحة 553 فدان بمدينة مدى بإجمالي استثمارات تصل إلى 3 مليار دولار. في احتفالية عالمية بلندن وبحضور النجم العالمي روبرت دينيرو، صدق تطلق أول نوبو ريزيدنسز في مصر في مشروعهم أوجامي في الساحل الشمالي، وهتكون تحت إدارة براند الفنادق العالمي نوبو. شركة القمز الإماراتية تطلق لأول مرة وحدات إدارية وطبية في التجمع الخامس، مشروع ذا كيوب على محور الجامعة الأمريكية مباشرة. الوحدات استلام خلال 2 فقط، وسعر المتر بيبدأ من 155 ألف جنيه. ماونتن فيو تطلق علامة ويلث بالشراكة مع مجموعة LA7 ضمن مشروعاتها بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي لتقديم مجتمعات تجمع السكن والضيافة الصحية والخدمات الفندقية. هايد بارك تطلق آخر مرحلة في مشروعهم سي شور في الساحل الشمالي، ستاند ألون فيلاز على البحر مباشرة، استلامها خلال سنة، والأسعار بتبدأ من 44 مليون جنيه وبالتقسيط حتى 8 سنين. وأخيرا شركة STM تطلق أحدث مشاريعها في مدينة الشروق، كومباوند ميان يوجد مباشرة أمام أوبن إير مول في مدينتي، والكومباوند عبارة عن شقق متشطبة بالكامل، استلامها خلال سنة واحدة بسعر متر يبدأ من 55 ألف جنيه. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، واستنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.